ما كنتش اتمنى اعمل فيديو زي ده. تخيل تشتري كرسي جديد وتلاقي ان هو مليان حشرات، وكمان تلاقي ما بين فواصل الكرسي صراصير. اشتريت الكرسي ده من الصفحه دي ورحت لهم المعرض في مدينه نصر، وبعد ما اخترت الكرسي اللي عجبني اول مره بعتولي معوج بالشكل ده، وبعد ما فضلت معاهم في المشكله دي لمده اسبوعين غيروه في الاخر. بس كان عندي مشكله ان القعده بتاعتهم الاسفنج بتاعها تعبان جدا، فكان بيهبط بسرعه، ورحت لهم عشان اغيره بحاجه احسن ودفعت فرق 500 جنيه. الاقي ان هم باعتين لي قعده المفروض ان هي جديده بالشكل ده، وبعد ما اتكلمت معاهم كتير جدا نفضوا لي. الاوردر ده مش عارف في ايه بجد والله يعني. انا الدنيا كراسي كتير الحمد لله ما بيجيش منها شكوى، وهنبلغه بقى يتابع معاك ويكلمك لان الموضوع حله مش في ايدي خالص والله. استخفاف بالعقول ورد مستفز جدا. طب حد هيقول لي انت ليه ما كلمتش حمايه المستهلك؟ انا كتبت مشكلتي لحمايه المستهلك وحد من جهاز المستهلك كلمني وحكيت له تفاصيل المشكله، ولكن قال لي ان الفاتوره مش مكتوب فيها مده الضمان. يعني الكرسي اللي معايا عليه ضمان سنه، ولكن المعرض مش كاتب في الفاتوره كده، ولازم كمان يختمها. عشان كده الشكوى بتاعتي ما كملتش. يعني انا بقى دافع 7200 جنيه زائد 500 جنيه قاعده ويجي لي كرسي بالشكل ده، وان شاء الله حق هيجي لي. ولازم تتعلموا ان الفاتوره لازم يكون مكتوب فيها مده الضمان ولازم تكون مختومه، وحسب الله ونعم الوكيل في انعدام الضمير.